اكتر حاجه بتميز الشغل مع الاستاذه كامله ابو ذكري ايه؟ بص استاذه كامله انا اشتغلت معاها مساعد مخرج واشتغلت معاها كاستنج دايركتور، وفي حقيقه الامر هي اكتر واحده شجعتني على الكاستنج، لان هي اول واحده خلتني اعمل كاستنج. كان في سجن النساء، كنت انا شغال قبلها معاها مساعد مخرج، وقالت لي مودي الورق بيتكتب على الهوا انا مش لاحقه، فعايزاك تعمل اوديشن. واحنا كنا بنعمل ده جزء من شغلنا كمساعدين اخراج، فمش فاهم يعني ايه كاستنج دايركتور، يعني هتكتب ايه على التتر؟ كان لسه مفيش الشغلانه دي خالص. بالظبط. فيعني هتكتب ايه، هعمل ايه يعني مش هتاخديني معاكي مساعد؟ وكنت متضايق قوي. فقالت لي هنعمل زي ما بنعمل، يعني هتنزل تعمل اوديشنز وكده. ونزلت وما كنتش عارف انا بعمل صح ولا غلط. يعني انا قالت لي اخرج المشهد، يعني كانك حسه كده في الاوديشن، كانك هتخرجه، خليهم يمثلوا بجد، يبقوا في طبيعيين، اتكلم معاهم، هتطلع منهم احسن ما عندهم، كانك بتخرج. قلت لها ماشي. فعملت، قعدت تقول لي برافو، تحفه، هايل، على فكره انت لو كملت هتعمل شغل كويس وهتبقى علامه، ودي شغلانه ما فيهاش ناس كتير كويسين. وما كنتش فاهم هي بتقول لي ايه. يعني استاذه انت شايفه ان انا مش نافع في الاخراج للدرجه دي؟ عايزه روح بقى ربنا يسهل لك في الكاستنج. بعدين بعد وقت اكتشفت انه لا، عندها حق. وهي هي يعني من الناس اللي حقيقي شجعوني جامد في الموضوع ده. يعني انا حبيت الكاستنج من بعدها. واخترت الادوار الصغيره. يعني مثلا بشوف في سجن النساء في ناس كانوا في السجن نفسه اللي اتخانقت، الست اللي هي كل ده احنا متسكن، كل ده مختارينه. واحة الغروب احنا كنا بنختار الاكسترز اللي بيمشوا في الشارع. يعني في 200 واحد مثلا في الحرب بتاعت اسكندريه او 300 واحد، دول انا رحت اسكندريه اخترتهم واحد واحد باسمائهم، لان ليهم ملابس هتتفصل، وكان اشكال الناس مختلفه. يعني انا فاكره معاك مع استاذه كامله قعدت تقول لي ما كانش في المناخير اللي عامله كده، احنا عايزين مناخير رفيعه، ماشيين بصور وبحاجات معينه. كان لون بشره الناس مختلف في الوقت ده. المصريين